سبحان الله، كل ما اعمل طريقه بتنجان تطلع احلى من اللي قبلها. جربوا الطريقه دي لفطار يوم الجمعه، عايزه اقول لكم هتدعوا لي. فطار غدا عشاء مع اي مشاوي، رهيب، هيعجبكم جدا جدا فوق ما تتخيلوا. هنقلي البتنجان زي ما هو، ما تقطعيش البتنجان، لما بتقطعيه بيشرب كميه زيت كبيره. شايفين انا حاطه حوالي كده نص كوبايه بس من الزيت. وما شاء الله البتنجان هقليه كله، وهقلي كمان بعديه فلفل، وهتلاقي كميه الزيت زي ما هي. لو انت بتقلي كميه البتنجان دي هتحتاجي قد الكميه دي 10 مرات. قليت البتنجان زي ما انتم شايفين كده، واحطه في مصفى يصفي الزيت اللي فيه. وبعد كده هقلي مكانه كده فلفل حامي، فلفل بارد، رومي، فلفل الوان المتوفر عندك. نقشر بقى البتنجان معانا، وهتشوفيه دلوقتي عامل زي الزبده ومش شارب زيت نهائي. شايفين ما شاء الله. والفلفل طبعا هتخلص من البذور اللي موجوده فيه. وبعد كده نبدا بقى نحضر الكبه بتاعتنا. هنضيف بقى طبعا فيها كل المكونات زي ما انتم شايفين كده، وعليها عصير ليمون، فصوص من الثوم، معلقه من الخل، 3 معالق كبار من الطحينه الخام. ونبدأ بقى نظبط بقى طبعا الملح، كمون، كزبرة، هنضربهم دلوقتي معانا في الكبة. وطبعا في المرحلة دي بندوق. لو احنا عايزين بقى نزود بقى ملح تاني، عايزين نزود ليمون، دي حاجة ترجع ليكم. وكده نكون عملنا أحلى طبق بتنجان خطير يا جماعة. في فطار ينفع معاكي، جنب طعمية، جنب فول، جنب أي حاجة. في الغدا لو عاملة كفتة، عاملة مشاوي، حلو جدا جدا لوحده كده، مش عايز أي حاجة تاني. حلو قوي قوي. تحتفظي بيه في التلاجة وتطلعي تاكلوا منه أي وقت، خطير. أتمنى تجربوه وتشيروا الفيديو ده.